مساء الخير وكل عام وحضراتكم بخير. الصيف داخل بكل قوته وبكل حرارته. صعب جدا ان احنا نقف ونولع فرن عشان نعمل حاجة حلوة احنا عايزينها. الوقت ده احنا بنبقى محتاجين حاجة باردة وحاجة سهلة نعملها من غير اي تعب. الفيديو ده للسيدات اللي موجودين عندي على الصفحة. في البداية أنا جبت الطاسة بتاعتي وحطيت فيها ربع كوباية من الزبدة أو أكتر شوية، ممكن تبقى سمنة، طبعا سمنة حيواني، وحطيت عليها كوبايتين من السميد الناعم، وهقلبهم جوه بعض كده لحد ما السميد يشرب الزبدة أو المادة الدهنية كلها. هنزل عليها كمان بكوباية من السكر، والكوباية دي مش كتيرة على فكرة، يعني لو انتي عايزة مسكر اكتر حطي، وهرجع بيها تاني على البوتاجاز وافضل اقلب لغاية ما تاخد اللون الذهبي المصفر او البني المصفر. ده اللون المثالي اللي احنا عايزينه. هننزل عليهم بكوبايتين من الحليب او كوبايتين من المية، ايا كان اللي انتي عايزاه، بس انا بفضل الحليب. هنفضل نقلب بالشكل ده. طبعا حليب يكون كامل الدسم، ولو عندك حليب من عند اللبان مفيش مشكلة. نرجع تاني على النار ونفضل نقلب لغاية ما المواد دي كلها تتشرب خالص وتبقى مفرولة كده. نجيب البولة بتاعتنا ونغلفها بالبلاستيك راب او بكيس التلاجة او ايا كان، وننزل فيها نص او تلتين البسبوسة. على فكرة دي لازم تبرد، يعني مش تبرد خالص بس تبقى دافية شوية عشان نقدر نوزعها بالشكل ده. لازم تكون بولة ليها قاع وبالشكل اللي انتوا شايفينه، ونعمل لها سور كده عشان نقدر نستخدمها. جبت كوباية من كريم شانتيه والباستري كريم، وعلبة من القشطة، او لو ما عندكيش قشطة ممكن تستخدمي علبة زبادي بلدي من عند اللبان. مش لازم يعني قشطة ومش لازم كريمة لباني والحاجات دي كده، لا، هاتي علبة زبادي بلدي هتدي الغرض. نفضل يعني نضرب بالمضرب البيض لغاية ما تدينا التماسك اللي انتوا شفتوه. هجيب الكريمة بتاعتي وانزلها على البولة، وعلى فكرة دي افضل بكتير من ان انا احط قشطة او احط ايس كريم. دي لطيفة وخفيفة وسهلة جدا. احنا كنا سايبين تلت البسبوسة لسه موجودة في الطاسة، هنفرفتها بايدينا، طبعا هي بردت خالص. حاولي وانتي بتحطي الكريمة تبقى في جزء من سور البسبوسة موجود عشان نقدر نقلبه على بعض. نجيب الجزء اللي موجود وفرفتناه كده بايدينا ونبتدي ننزله من فوق كده ونرشه، وزعيه بالتساوي على اساس ان كل طبقة تبقى واحدة. اضغطي عليها برفق شديد عشان الكريمة ما تطلعش من قلب البسبوسة، وبعد كده اقوم مغطياها بالبلاستيك راب اللي موجود. طبعا انا كنت سايبه له جزء من بره من البداية عشان اقدر اغلف بيه الطاجن او القالب او البولة بالشكل ده. وبعد كده هرجعها التلاجة تقعد لها بتاع ساعتين، ونخرجها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقلبها على طبق تقديم. ودي الميزة اللي انا بقول يا اما نحط البلاستيك راب او الكيس عشان نقدر نقلبها. انت لو تقدري تقلبيها من غير ده تبقي شاطرة، لكن انا ما انصحكيش. بتتقلب بكل سهولة وما فيهاش اي مشكلة، ولا غلبت الفرن ولا ان البسبوسة طلعت ناشفة، ما شربتش الشربات، ما شربتش مش عارفة ايه. القصص اياها كده، خلينا كده عمليين وسرعة جدا ونعمل حاجة لطيفة وسريعة. وبالذات في الوقت ده حر جدا، مش محتاجين ان احنا نقعد كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت احنا عملنا حاجة باردة وسهلة وبسيطة وهتعجب البيت كله. كل سنة وانتم طيبين، واحنا خلاص داخلين على عيد الأضحى. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب كل أمانيكم تتحقق إن شاء الله. يا رب كلنا نتقابل هناك في وقفة عرفات. استمتعوا بقى بالوصفة، وياريت زي ما انتوا بتستمتعوا بالحاجات بتاعت الإذاعة تقولولي ايه رأيكم في الوصفة دي وتكتبولي في الكومنتات. بس ياريت كومنتات حلوة ولطيفة كده، مش زي الكومنتات اللي فيها تهكم على الحاجات بتاعت الإذاعة دي. بتزعلني قوي يا جماعة. شكرا ليكم.